مساء الخير، معاكم مدحت عبد العزيز في السوق. احداث رياضيه كتيره جدا 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 الفتره اللي فاتت، ما بين احداث خاصه بالدوري العام، مباريات الدوري العام، مجموعه السبعه الكبار اللي موجوده، ومباريات ساخنه جدا جدا في ظل منافسه شرسه. وهنتكلم عن مجموعه من الاحداث الكتيره اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. اول حاجه عايز اتكلم فيها معاكم مباراه الاهلي وبيراميدز بكره. النادي الاهلي في منافسه بطوله الدوري العام، خاصه مع فوز الزمالك على بيراميدز في المباراه الاخيره، عنده ماتش مهم جدا 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 مع بيراميدز. بيراميدز عنده شويه او مجموعه من الغيابات اللي ممكن تؤثر عليه في المباراه، منهم قطه، ومنهم مصطفى فتحي، يعني مجموعه من الغيابات اللي ممكن تؤثر على نادي بيراميدز. لو رحنا للنادي الاهلي، المباراه دي تكاد تكون مباراه مصيريه زي ما بيقولوا، مباراه حياه او موت بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ لان كل المتوقع من الدوري 4 مباريات، لازم النادي الاهلي يكسب كل المباريات اللي جايه بصرف النظر عن اي حاجه. طبعا بعد نتائج الاهلي الاخيره، خاصه اخر ماتش مع سيراميكا اللي حصل فيه التعادل، وطبعا اللقطه الشهيره بتاعه ضربه الجزاء، ما بقاش قدام النادي الاهلي غير ان هو يكسب ال4 مباريات ويشوف بعد كده ايه اللي هيحصل للزمالك، هل هيحصل له تعثر ولا لا. ناس كتير بتتكلم ان بطوله الدوري اتحسبت، وانا من منظور اهلاوي خالص ومن مشجع للنادي الاهلي بقول ان البطوله لازالت في الملعب. النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه، لازم النادي الاهلي يعمل اللي عليه للاخر. حتى لو ما كسبش بطوله الدوري العام، فاحنا عندنا بطوله افريقيا السنه الجايه اللي باي حال من الاحوال لازم تكسب ال4 مباريات عشان تقدر تتواجد في بطوله افريقيا. طبعا بطوله افريقيا عندها بعد كده الانتر كونتيننتال، عندك كاس العالم، مجموعه من البطولات بتؤدي الى نتائج متعدده. فحتى لو ما خدتش الدوري انت لازم تكسب البطوله، سواء بقى انت اشتركت في بطولة افريقيا، سواء بعد كده ربنا كرمك كسبت. لكن اللي انا عايز اقوله ان 4 مباريات القادمة للنادي الاهلي هي مباريات مصيرية، ما ينفعش فيها باي حال من الاحوال ان انت تفرط في ولا نقطة. فعشان كده اتمنى ان الماتش بتاع بكرة ان شاء الله يكون مباراة مميزة للنادي الاهلي، ربنا يكرم يستر معانا وربنا يهديه، ويعني يتخلى عن بعض قناعاته اللي بيعملها. طبعا برضو الاهلي عنده غيابات مؤثرة جدا، يمكن من اهمها يوسف بالعمري ناحيه الشمال، واكيد كوكا هو اللي هيكون متواجد. اشوف ان المباراه دي اهم حاجه فيها هي منطقه خط الوسط في الفرقتين. اللي هيقدر يستحوذ على وسط الملعب هو اللي هيكون ليه الافضليه خلال المباراه. طبعا الزمالك عفوا بيراميدز عنده وليد الكارتي، عنده اكتر من حد في وسط الملعب، مهند لاشين. النادي الاهلي لازم يركز على منطقه وسط الملعب، ولازم يكون ليه الغلبه. عايز اخدكم ونروح لموضوع تاني مهم جدا جدا جدا، الا وهو مظلومية نادي الزمالك. اصدقائي الزملكاويه اتمنى ان هم ما يزعلوش مني، لكن انا هتكلم بكل انصاف. طول عمرنا ومن وقت ما الواحد ابتدى يوعى على الكوره زي ما بيقولوا، وانا طول عمري بسمع ان نادي الزمالك مضطهد، نادي الزمالك مظلوم، نادي الزمالك كل الدنيا ضده، الاتحاد الافريقي ضده، الاتحاد الدولي ضده، الاتحاد المصري، كل الدنيا بتضطهده. يا راجل حتى دول ماشيين في بطولة الدوري وعلى بعض خطوات منها، وماشيين في الكونفدرالية يتبقى ليهم ماتش واحد ويكسبوا بطولتين، برغم ان هم في بداية الموسم كانوا بعيد جدا. لكن لا زال الترويج لفكرة المظلومية. والادهى من كده ان هو بيقول لك ايه بقى، على فكرة في ظل سكواد ضعيف لنادي الزمالك، وفي ظل ظروف مالية صعبة جدا جدا جدا، احنا هناخد الدوري وهناخد الكونفدرالية. طيب انا عايز ارجع معاكم فلاش باك خطوتين لورا. نادي الزمالك في 2025 وفي الانتقالات الصيفية في الميركاتو الصيفي ابرم تعاقدات قيمتها 7.2 مليون يورو. 7.2 مليون يورو يا مؤمن، كأكبر نادي في افريقيا في التعاقدات. جاب مين بقى؟ جاب المهدي سليمان، جاب شيكو بانزا، جاب عضية الدباغ، جاب محمد اسماعيل من زد، جاب مجموعة من اللعيبة، جاب احمد ربيع من البنك الاهلي. ودي ابرز اللعيبة اللي الزمالك تعاقد معاها. طب نادي مديون ونادي عنده مشاكل مادية
ونادي مضطهد من الجميع وغلابة يا جماعة زي ما بيقولوا يجيب صفقات ب7.2 مليون يورو؟ يا بلاش والله. النادي اللي هو مصدوم طول الوقت وبيدعي المظلومية، النادي ده ما بيدفعش ضرائب، النادي ده عليه ديون وقضايا في الاتحاد الدولي للاعيبه كتيره جدا ومدربين. ولما يكون نادي ما بيدفعش اللي عليه، طب من باب اولى اللي انت تسدد. لا، ده انا ما بسددش وبشتري، ويطلع اخواننا الزملكاويه يقول لك احنا مضطهدين مظلومين ما عندناش. انا اشوف، وزي ما قال قبل كده الصحفي عمرو الدرديري، ان احنا دايما بندعي المظلوميه عشان ناخد مكتسبات، عشان ناخد رعاية اكتر مش من حقنا، عشان يتحقق لنا حاجات تانية. معرفش امتى الوقت اللي هيجي فيه اخواننا الزملكاويه ويتكلموا بكل صدق عن انهم فريق معاه فلوس، ان في ناس كتيرة بتدفع لهم، انهم بيقدروا يجيبوا صفقات، انهم عندهم مشاكل هم السبب فيها مش اي حد تاني. مسألة اللي انا نرمي طول الوقت على الاخرين، دي مسألة بقى دمها سخيف قوي قوي قوي. انت بتكسب قول انا كويس، بتخسر بلاش تحمل الموضوع لحد تاني. ده احنا في اخر ماتش ما بين الزمالك وبيراميدز، كل الدنيا السواد الاعظم من الناس والحكام قالوا ان الهدف اللي احرزه الزمالك الاول تسلل صحيح. يمكن من ما بين 6-7 حكام الغالبيه الاعظم منهم قالوا ان هي تسلل. كل الحالات التحكيميه اللي انا سمعتها والناس اللي بتناقش التحكيم قالت ان الهدف تسلل. حتى الرسمه اللي اتعملت في لقطه جات لمودرن سبورت جايبينها من الزاويه العكسيه، واضح جدا ان مهاجم الزمالك هو المتقدم. المهم ما علينا، ومع ذلك بيقول لك احنا مظلومين. يعني تخيلوا لو الهدف ده كان احرز للنادي الاهلي في صراع بطوله، في ماتشات مهمه جدا جدا جدا، تكسب 3 نقاط من هدف تم احتسابه وهو تسلل، الدنيا كانت قامت ومحدش سكت. والشيء مش يذكر هنا يخلينا اتكلم عن كابتن هاني سعيد واداره نادي بيراميدز اللي ما حدش سمع لهم صوت، ولا حد فيهم طلع يتكلم بعد الماتش عن الظلم التحكيمي الا المدير الفني عيني بتاع بيراميدز. ولا حد شجب، ولا حد قال احنا بنتظلم، ولا اي حاجه. طبعا لان ده الزمالك حبيبنا كلنا. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم معاكم فيها، عايزين نروح لموضوع مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي كان طلع بيان بيهاجم فيه قناه MTI مودرن MTI، وبيقول ان الصحفي او المذيع هاني حتحوت قال في سياق الحلقه بتاعته بعض الاخبار اللي من شانها بتضر بالنادي الاهلي، بتضره يعني، ودي اخبار كاذبه. ووقتها الزميل هاني حتحوت طلع وكذب الكلام ده وقال انا عندي محادثات، والكلام ده خاص وجاي من اعضاء داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وانا عندي ما يعضد موقفه زي ما بيقولوا. فالنادي الاهلي قدم شكوى في المجلس الاعلى للاعلام، والدنيا اتقلبت. وبعد كده بعد ما قناه مودرن MTI قالت احنا عندنا التسجيلات وعندنا النادي الاهلي اخذ قرار بمقاطعه تلك القناه. بالمناسبه القناه دي بتاعت الاستاذ وليد دعبس. ولو اخدكم فلاش باك ونرجع كده، كان في مشكله حصلت من فتره بتاعت الراحل اللاعب احمد رفعت، وقتها هاني حتحوت عمل مشكله كبيره جدا جدا جدا، الاستاذ وليد دعبس دخل معاه والخط اتقفل وحصلت مشكله يعني. المهم تلف الايام وحتحوت يكون شغال في القناه التي يملكها الاستاذ وليد دعبس. المهم يا جماعه الخير، يشاء السميع العليم وتحس ان النادي الاهلي ربنا بينصره والله العظيم. الهيئه العامه لتنظيم الاعلام او المجلس الاعلى للاعلام اوقف هاني حتحوت لمده 21 يوم وغرامه ماليه 100,000 جنيه على قناه مودرن MTI. هذا بالتزامن ان نقابه الاعلاميين قبليها بقياده الاستاذ طارق سعد قالوا ان هاني حتحوت ما عندوش اي مشاكل والموقف بتاعه سليم 100%، وعنده من الادله والبراهين التي تعضد موقفه. طب انا عايز اسال سؤال، هو الاستاذ طارق سعد وقتها استند على ايه؟
والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام استند على ايه؟ ولو الصديق والاستاذ والزميل الاستاذ هاني حتحوت المذيع المرموق ما اخطأش، ليه تم ايقافه؟ وليه قناة مودرن سكتت؟ خلي بالكم اتوقف 21 يوم في كل المنصات الإعلامية. الحاجة الوحيدة اللي بيتكلم عليها دلوقتي أو بيكتب من خلالها هي منصة إكس، وبقاله كام يوم بيطلع يشكر الناس كلها يعني. فدي حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا جدا جدا. واللي أنا أعرفه ومن مصادر موثوقة إن النادي الأهلي مكمل في تصعيده ضد المذيع هاني حتحوت، وطبعا انتوا عارفين الموضوع وصل للنائب العام. يمكن دي كانت أهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي كانت موجودة. حاجة أخيرة عايز أتكلم فيها في نقطة التحكيم. كان في مباراة ما بين كهربا الإسماعيلية والجيش، وسبحان الله برضو ربنا بينصف النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والأسطورة محمود الخطيب. ليه يا جماعة؟ ليه أنا بقول كده؟ في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت في لقطة شهيرة جدا لضرب الجزاء امتنع ورفض الحكم محمود وفا ان هو يحسبها، لما محمود عاشور استدعاه وقعدنا في اللقطة الجدلية دي كتير، وفي الآخر رفض اللي هو يحسبها. وأوسكار رويز رئيس الحكام الأجنبي قال وقتها ان القرار صحيح 100% وان محمود عاشور غلطان. يشاء السميع العليم ان مباراة ما بين كهرباء الإسماعيلية والجيش نفس اللقطة ويمكن تكون الايد او المسافة اقرب من لقطة النادي الاهلي، ويكون على الفار محمود عاشور ويستدعي الكابتن حمادة القلاوي حكم المباراة ويشوف اللقطة ويحسبها ضربة جزاء. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللقطة تتحسب ضربة جزاء وهي نفس اللقطة. وزي ما يكون القدر بينصر النادي الاهلي وبيبين للناس كلها قد ايه هو بيتظلم، وبيبين للناس كلها بالادله مش كلام مرسل ولا ادعاءات باطله ان النادي الاهلي بيتظلم. اتمنى ان البطوله تبقى بطوله فير، التحكيم يكون على مسافه من الجميع، الاخطاء اللي تتحسب هنا تتحسب هنا، ما ينفعش يبقى في ضربه جزاء في لقطه وضربه جزاء نفس اللقطه هنا تتحسب وهنا ما تتحسبش. المسطره واحده، المعيار واحد. نتمنى الارتقاء بمنظومة كرة القدم المصرية دون المحاباة لأي نادي. أنا كراجل أهلاوي مش عايز حد يديني أكتر من حقي، أنا عايز حقي بس. إحنا كأهلاوية بنقول من بداية الموسم إن النادي الأهلي عنده مشكلة، لكن اديني حقي، مالكش دعوة بمستواي، اديني فقط حقي. أتمنى ما كنتش طولت عليكم، أشوفكم في حلقة جديدة من في السوكة.